حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ وحشتوني 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 5 وحشتوني. طبعا بقى ما ينفعش موسم المانجا يعدي غير لما نعمل مثلا قد 10 15 20 كده وصفه بالمانجا. لسه عامله معاكم مثلا قولوا من حوالي اسبوعين 3 اسابيع وصفه برده بالمانجا. فالنهارده برده عملت كلام كتير، نخش على الوصفه على طول. انا علشان ما عنديش بايركس فانا حطيتها في الصينيه المدوره دي. خشوا لي بقى على التفاصيل والديتيلز. عايزه اقول لكم حلاوه كده من اللي هي بترطب على القلب كده وبتنعش القلب. احنا خلينا متفقين انه طول الصيف لازم ناكل حاجات ساقعه كده بترطب على القلب. يلا بينا ندخل في الوصفه على طول. مبدئيا كده معايا 4 أو 5 أو 3 بواكي بسكوت، يعني زي ما تحبي او زي على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. ضربتهم في الكبه. بصي انت لو عايزه تكسريهم كده برضو تكسير برضو هيشتغل، عايزه تبليهم بلبن او مثلا بعصير مانجا او باي حاجه سايله تبلي، بس مجرد ما تبلي البسكوته وترصيهم برضو وتعملي طبقه كده من تحت برضو دي كله شغال معاكي يعني. حطيتهم في الكبه وسيحت حوالي معلقتين او 3 زبده وحطيتهم في الكبه برضو معاهم، وحطيت معلقتين 3 لبن علشان خاطر تعمل معايا زي تبقى ماسكه كده. هرصهم في الصينيه واعملهم طبقه كده في الصينيه زي طبقه الطرط كده بالظبط. ونبدا بقى على الكريمه اللي هنعملها. هحتاج نص كيلو لبن، عليهم كيس كريم كراميل، عليهم معلقتين نشا، عليهم ممكن تستبدلي النشا ديت بكاسترد عادي زي ما تحبي، عليهم كيس فانيليا، وعليهم معلقتين بس سكر لان البسكوت مسكر. هقلبهم كده على البارد وبعدين هرفعهم على النار، ويا دوبك مفيش ثواني هو كده كده مش بيتقل. هنتب الخليط دوت على البسكوت واسيبه بقى يبرد خالص يتماسك تماما. بعد ما يبرد احطه في التلاجة يعني مثلا حوالي نص ساعة كده ولا حاجة علشان ادخل على اللي بعد كده. اهم حاجة مش هينفع نحط الطبقة اللي بعد كده غير لما تبقى طبقة الكريم كراميل متماسكة تماما. تمام، اهم حاجة علشان خاطر ما يدخلوش في بعض، طبقة المانجا تخش في الكريمة في كله كده. نجيب بقى معايا المانجا ديت كانت متلجة، حطها في الفريزر يعني كانت متلجة، وبعدين هجيبها كده احطها في الكبة. وبعد ما احطها في الكبة هحط معاه في نفس الكبة اللي ضربت فيها البسكوت عادي ببواقي البسكوت اللي كانت فيها. هحط بقى عليها معلقتين قشطة لبن انا بحوشها يعني، وبحتاج منهم يعني باخد منها كده على حسب الطلب. و اللهم صل على النبي كيس فانيليا، وهضربهم كويس جدا لغايه ما تعمل معايا خليط زي الايس كريم كده. تبقى بصراحه رهيبه، المانجا بالقشطه في حته تانية خالص. تمام، هجيب بقى الصينيه بتاعتي. اي نعم الصينيه علشان خاطر مش مظبوطه وانا بحطها في التلاجة فطلعت جنب واخد كريم كراميل اكتر من جنب، بس عادي مش مشكله خالص. هنسويها بالمانجا. وبعدين يا ولاد انا عايزه اقول لكم ان الحاجات دي احنا اللي بناكلها ف مش مشكله يعني، كل دي شكليات. حطيت طبعا طبقه المانجا يا لهوي وحطيتها في التلاجة حوالي ما فيش برضه 10 دقايق. احنا ما استنيناش عليها لان انا عندي العيال بيحبوا الحاجات الساقعه جدا، وابو العيال بيموت في الحاجات الساقعه، فما خدتش وقت يعني خالص. طلعناها بدري يعني ما استنيناش عليها، بس كانت جميله. بصوا هي طالما طبقه الكريم كراميل متماسكه فخلاص مش مشكله المانجا اللي هي تتماسك يعني، بس انا حطيتها يعني شويه كده فاهمين. لزوم الشو يعني التشويق والاثاره والكلام ده. المهم يا ولاد طلعت حكايه بجد رهيبه 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 في حته تانية خالص. انا بحب بقى الحلويات اللي زي كده، بحب الحلويات الساقعه، بحب الايس كريم، بحب اي حاجه فيها فيها تلج، اي حاجه تخش